السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. حبيت كده نبتدي بقى اليوم من اوله من ساعة الفطار. طبعا انا ما كنتش هصور بصراحة بقى عمايل الفطار، بس قلت لا اشارك معاكم اول حاجة في اليوم كده الفطار بتاعنا. طبق الفول الجميل انا بحب اكله كده في قلب الطبق الالموني ده زي زمان كده. والطعمية المقلية والليمون المخلل والجرجير، واحلى فطار كده. وفطرنا بالهنا والشفا يعني على قلب اللي كل. وبعد كده بقى ايه، نزلت السوق جبت ايه الحاجات بتاعتي. اليومين دول طبعا يومين المدارس، فالواحد بيصحى بدري كده كده، فالفطار بيبقى بدري ونزول السوق بيبقى في البدري كده. كل حاجة بتبقى حلوة على الصبح كده في السوق، كل حاجة طازة. فنزلت اشتريت كده مشتريات طماطم كده وبصل وخضار. طبعا يومين دول الطماطم سعرها نزل كتير عن الاول، فالاسعار يعني الى حد ما في حاجات سعرها نزل وبقت كويسه، وفي حاجات بقى بتغلى. يعني هو ما بيسيبوناش كده ايه كل حاجه كويسه، لا لازم حاجه رخيصه ترخص وحاجه تغلى. الخيار طبعا اليومين دول مش عارفه ليه هما ليه بيبيعوه غالي، يعني ب 18 جنيه وب 16 جنيه مش عارفه، ولو ان مش فيش رمضان ولا في صيام ولا حاجه. فطبعا جبت شويه مشتريات كده للبيت، وقلت النهارده بقى لقيت السمك كده ما شاء الله زي الفل في السوق. فرحت جايبه سمك، وكمان روقنا على نفسنا كده وجبنا شويه جمبري نعملهم. آه بصوا يعني لو نفسكوا في حاجة، عشان طبعا انا عارفة الدنيا دلوقتي غالية والحياة مش زي الاول، والاسعار كلها في العالي. لو نفسكوا في حاجة هاتوا منها، يعني اقل كمية ممكن الواحد يجيبها. يعني انا الجمبري جبت منه ربع كيلو، يعني مش عيب يعني الواحد يجيب حاجة نفسه فيها هو ياكل منها، بدل ما يبقاش مفيش خالص. طبعا الجمبري دلوقتي اسعاره خزعبلية، يعني معرفش ايه اللي حصل في الدنيا. ومعرفش ليه اسعار السمك رخرة ارتفعت، يعني على الرغم ان السمك ده بيجي من البحر يعني بتاع ربنا. معرفش ليه برضو الاسعار بتاعته غالية، يعني ولا بياخد اكل، ولا بياخد سماد، ولا بياخد حاجة. فمعرفش ليه مغلين كل حاجة علينا كده. الله المستعان. بس جيت غسلت السمك بقى ونضفته، وعملت الدقة بتاعته اللي هي التوم بالليمون. وهعمل بقى شوية رز كده كمان صيادية معاهم، وهحمر كده بصلاية. يعني هو سمك، يعني رز صيادية على طول. في ناس بعض البلاد يعني بتعمل الرز جنب السمك بيبقى رز ابيض، بس احنا عندنا كده متعودين عليه ان هو بيبقى رز كده بالبصلة كده، بيبقى طعمه بصراحة جميل. وفي برضه ناس بتعمله بالرز بالطماطم بيبقى طعمه احلى يعني. بس هنا بقى ايه، الواحد كان مستعجل، فقلت لا هعمل احمر البصلايه كده واعمل بسرعه ايه الرز يعني. حمرها كده شويه، حمرها غمقها يعني، مش بس مش هنحرقها يعني، يا دوب كده تاخد اللون كلها، اللون كله ذهبي كده، وايه وانزل عليها بالرز. طبعا كنت غاسله نقع حاجه السلطه عشان كله كده في نفس الوقت ايه يكون خلص مع بعض يعني. تعرفين الولاد لما بترجع من المدرسه يا دوب بيبقى الوقت ضيق، عايزين يتغدوا يناموا شوية، وبعد كده نقوم بقى ايه نشوف طول الليل معنا بعضنا كده ايه المذاكرة، ونشد في بعض ونضرب في بعض، والشارع كله يسمع صوت. ربنا يعينهم يا رب. فعلا التعليم دلوقتي بقى صعب جدا، والمناهج بقت صعبة قوي، غير على ايامنا خالص الموضوع كان سهل. على الرغم على ايامنا كانت الدنيا ماشية والعيال اتعلمت، لكن دلوقتي مصعبين الدنيا حاسه ان مفيش تحصيل. يعني العيل يعني مش فاهم يعني. العيل دلوقتي انا ما بقتش اشد عليهم عشان هم صعبانين عليا، يعني المناهج فوق مستوى العالم مش الطالب. ايه اللي انتوا جايبينه ده يا جدعان؟ ايه انتوا جايبين ايه لاطفال صغيره يعني؟ يعني اطفال في تانية ابتدائي ورابعه ابتدائي، ولا المرحله الابتدائيه؟ ايه اللي انتوا جايبينه للعيال ده؟ ايه ده بصراحه؟ انا مش عارفه بصراحه ايه المناهج دي. فعلا انا بشفق على العيال، مناهج صعبه ومواد كتيره. معرفش في حاجات تلات ارباعها ملهاش اي لازمه، مش هتفيدهم في اي حاجه في الحياه. معرفش يعني، مش عارفه بصراحه. يعني الله يكون في عون الولاد، وربنا يصلح حال بقى الناس اللي ماسكه التعليم ده. انا مش عارفه هم بيفتوا ليه، يعني هو ايه الفتي اللي انتوا بتفتوه ده؟ ايه يعني ايه كمان تقييم كل يوم تقييم، وكل يوم ولا كل يوم اداء، وكل اسبوع تقييم؟ ايه ده؟ ما احنا كان على ايامنا هي امتحانات الشهر وخلصنا، وكانت العيال زي الفل.
ايه اللي انتوا عاملينه ده واللي ضاغطين الناس بيه ده انتوا ضاغطين اولياء الامور قبل ما انتوا تضغطوا الطالب. يعني هو الطالب ما بيقعدش يذاكر لوحده. واصلا والله العظيم يعني مناهج ما بتتفهم يعني، وانا احنا فاهمينها، وتسأل المدرس نفسه يقولك انا مش فاهم حاجة. هو زي ما بيقولوا لنا كده بنقول يعني محدش فاهم حاجة. طب وليه؟ طب ما نجيب حاجات نفهمها، نجيب حاجات نفهمها والعيال تستفاد بيها يعني. ايه المشكلة في كده؟ ولا هو اي فاتي واي هري في اي حاجة وخلاص؟ يعني انا مش عارفة بصراحة ايه منظومة التعليم دي الفاشلة. من فترة بقالها منظومة التعليم فاشلة، وبرضه مصرين على الفشل. يعني هم مصرين ان هم يكملوا في المنظومة الفاشلة. وما اعرفش في ايه يعني، في مش فاهم. ربنا يصلح حالهم يا رب ويبقى مع الاولاد. بصراحة انا الواحد مشفق عليهم، فالواحد ما بيرضاش يشد عليهم كمان في المذاكره، عشان خاطر العيال ما تتعقدش ان هم فعلا داخلين في مرحله ان هم خلاص مش عايزين يتعلموا. ايه اللي انتوا جايبينه لنا ده؟ يعني انا ابني الصغير في تانية ابتدائي يقول لي ايه هو ايه ده يا ماما؟ عايزه اقول له يا ابني انا ما اعرفش، انا مش فاهمه انا كمان، بس هعمل له ايه؟ مش هينفع اقول له كده، مش هينفع اقول له كده. يعني حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. نرجع بقى للفيديو بتاعنا، عشان هو صراحة كانوا حارقين دمي، وهم ما زالوا حارقين دمي، ومش دم انا بس، ده دم المصريين كلهم. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا بقى ايه، عملت بقى ايه شوية الجمبري كده. قلت هعمل طاجن جمبري كده بقشره، بيبقى طعمه اروع يعني. عملت قطعت كده شوية بصل والطماطم والفلفل، وقلت انزل بيهم كده بقى في الزيت، اديهم تشويحة الاول عشان خاطر ايه يتبلوا كده. طبعا وفصين توم، اكيد جمبري مش هيبقى يخلى من التوم يعني. هحور كده الفلفل، ودول كده ورقتين كرفس. يعني الكرفس ده بيودي السمك في حتة تانية. في اي طاجن بقى للسمك لو حطيته معاهم عودين كرفس كده، بيخلي الطعم والريحة مش قادرة اقول لكم كان قالب الدنيا ازاي. هدبل بقى كده البصل والفلفل مع بعض في قلب البتاع دوت الزيت. معلش يا جماعه صوت الانابيب، انتوا عارفين انا صاحيه الساعه كام عشان اعمل الصوت بتاع الفيديو، عشان خاطر ما يبقاش في حد. زي ما قلت لكم انا ساكنه على شارع عمومي كله عربيات ومحلات وكده. انا صاحيه الساعه 5 الصبح، لا الساعه 6 دلوقتي بس ما فيش فايده برضه، ما اعرفش بتاع الانابيب اللي ماشي بدري ده. بس فهقلب كده البصل والفلفل لغايه ما يتبلوا. وبعدين مقطعه عندي طماطم كده، اروح نازله عليهم بالطماطم. ولو عندي معلقه صلصه هحطها برضو معاهم عشان تدي كده لون حلو في الجمبري، في طاجن الجمبري. يعني بما ان كل حاجه متقطعه كده، فلازم نديها ايه اي حاجه كده ايه تديها لون. هقلب كله مع بعضه كده لغايه ما يدبل كل الحاجات اللي معايا تدبل. وهنزل كده بمعلقه صلصه عليهم كمان عشان خاطر تدينا كده لون في الطبق. وكمان نعمل ايه زي صلصه كده، نعمل زي صوص كده في قلب الطبق. هنا خلاص حطيت الصلصة، وهنزل بقى بالجمبري. طبعا الجمبري مغسول ومفتوح من الظهر، شايلين السلسلة اللي هي بيبقى فيها التراب دي. لازم تتشال عشان خاطر بيبقى فيها تراب ممكن ينزل معانا في الاكل ويبوظ لنا الخلطة كلها. نزلته كده بقى بقشره، وهقلبه كده تقلبتين في قلب الخلطة بتاعته. واحط بقى التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون والشطه. مش هحط لا، ملح وشطه وكمون، مش هحط اكتر من كده. واحط نقطه خل عليه، واعصر كمان عصره ليمونه كده. بيبقى جمبري فلازم يتحط له ليمون وخل، فبيديله طعم كده وريحه مش قادره اقول لكم. اعصر الليمون كمان عليه، اكننا بقى ايه بنخلله بالظبط. يعني مش قادره اقول لكم الطاجن بالخلطه بتاعته. يعني سيبكم بقى من الجمبري بقى نزل طعمه في قلب الخلطه دي. الخلطه دي مش قادره اقول لكم كان طعمها عامل ازاي. كانت روعه 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 مع الرز كده، كانت حكايه. كده سبته بقى على النار كده ياخد له كده بقبقتين كده قلبتين، وبعد كده ايه حطيته في الفرن. هو بس انا لما حطيته في الفرن يعني ايه سهو عليا فنشف حبه مني. هو المفروض يطلع يعني ايه يا دوب كده ياخد وش كده تحمير بسيط، بس ايه يعني طلع مني غامق شوية. بس طعمه طبعا كان روعة يعني. بس كده والاكل بتاعنا بقى جاهز. السلطة والسمك والجمبري والرز، والف هنا وشفا للي كل يا رب.
طبعا بما اننا اليومين دول بقى دخلنا في اجواء الشتويه، فقلت ابقى اعمل لهم بقى ايه حبه حمص شام كده ايه، نشرب كده وندفي روحنا، خصوصا بالليل الجو بالليل بيقلب بيبقى ساقعه. فقلت بقى نعمل شويه ايه حمص الشام كده ايه وندلع على نفسينا. طبعا حطيت الحمص كده على النار غلي لغايه ما دخل في السوا. كنت بقى مجهزه عندي طماطم، بشرت طماطميتين ومفروض اضربهم يعني في الخلاط، بس الخلاط كان بايظ فبشرتهم كده، وحطيت بصلايه سليمه زي ما انتوا شايفين وفصين توم، وسبتهم لغايه ما غليوا مع بعض بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت بقى الملح، انا بحط بس ملح في قلب الحمص، وبعد كده اللي محتاج يحط شطه في كوبايته يبقى يحط على طول. وكده خلاص الحمص خلص، وبقى عندي احلى كوبايتين حمص، والفيديو بتاعي كمان خلص. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله.